اكبر عملية نصب حصلت امبارح في مصر. الدنيا مقلوبة، وعلى فكرة انا من الناس اللي اتنصب عليها برضو. بس الحمد لله، في ناس كتير بيوتها اتخربت. تمام. الناس اللي رمت فلوس كتير، بس انا الحمد لله رب العالمين انا رميت مبلغ بسيط جدا، يعني اللي هو تفافة كده خلاص، عشان اشوف الموضوع ده اخره ايه. الموضوع اختصارا كان عبارة عن ابلكيشن او تطبيق اسمه هوج. بيضحكوا عليك، بيقولوا لك انت لو جيت حطيت $50، ال $50 دول في خلال 10 ايام هيبقوا $150. لو جيت حطيت $100 بعد 20 يوم هيبقوا $300. وده عن طريق ان انت بتشتري آلة تعدين، وآلة التعدين دي آلة رقمية، والآلة الرقمية دي بتشتغل بعملة رقمية اسمها البيتكوينز. الموضوع ده تقريبا بدأ من 3 شهور. الابليكيشن دوت فيه تدرجات، بيبتدي من $10 لحد $100,000. اوكي. المهم الناس بدأت ان هي ترمي $10، $20، وكل بقى بيلعبوا على ايه بقى؟ بيلعبوا على ان انت كل ما جبت حد انت هتكسب نقاط على الشخص اللي انت جبته ده، والشخص اللي انت جبته دوت لو جاب حد، الشخص اللي انت جبته هيكسب عشان الشخص اللي هو جابه، وانت هتكسب مرتين عشان انت كده جبت حد والحد جاب حد، والموضوع قايم على شجرة. الابليكيشن دوت بيطمعك، بيقعد يطمع فيك ان انت بص، انت رصيدك بقى كام؟ انت حطيت 10,000 جنيه، انت رصيدك بقى 30,000 جنيه. ايه رأيك تخش بال30,000؟ تمام، وتكسب اكتر، او ممكن تزود الآلة وتعمل حاجة تانية وتكسب اكتر. في الناس بتطمع. الفكره ان محدش سحب فلوس، الفكره ان انت رصيدك بتشوفه على الابليكيشن، ان انت رصيدك بقى كذا، فاللي هو انت ممكن في اي وقت تسحب، هما بيقولوا كده بس انت ما بتسحبش. هما بيطمعوك لان انت حط تاني عشان تسحب كل مره واحده فلوس. بيقنعوك بقى ازاي؟ بيقولك احنا فرع رئيسي من الفروع الكتير حول العالم اللي بتشتغل لصالح شركه امريكيه موجوده في امريكا اسمها البيتكوينز، الاوراق الماليه باين او الرقميه. وادي الورق يا معلم، والورق فعلا تبص عليه تلاقيه فيه ختم النسر وحاجه يعني مش معقوله. هم طبعا ضاربين الكلام ده كله. جم بقى في اخر 3 ايام عملوا حاجه اسمها الصناديق. انت لو جيت حطيت 10,000 جنيه هتكسب 50,000 جنيه في 3 ايام. شوفوا الاغراء، شوفوا الناس جريت بقى، اللي يحط لك بال50,000 واللي يحط لك بال100,000 واللي في اخر 3 ايام. وطبعا هم كانوا حاطين مهله اللي هو 12 ساعه. وبعد ما ال3 ايام يخلصوا الساعه 12 بالظبط بعد نص الليل، الناس كلها جايه تبص على الابليكيشن. شكرا، الابليكيشن اختفى. ايرور 404. هرجع واقول العيب مش عليهم هما، العيب علينا احنا، ان احنا طماعين وان احنا عايزين فلوس من الهوا من غير تعب. العيب مش على اللي كذب، العيب على اللي صدق الكذب. ربنا يعوض على الناس اللي اتنصب عليها، ويا ريت نبقى نتعلم بقى.